نادي الزمالك بيقلب تأخره قدام نادي البنك الأهلي اللي اتقدم بهدف كريم بامبو في الشوط الأول. وعلى الرغم من طرد حارس مرمى نادي الزمالك محمد عواد، إلا إن نادي الزمالك قدر ينهي المباراة لصالحه بنتيجة 2-1 برقعتين من أحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا، اللي تألقوا تألق واضح جدا بشكل فردي، وقدروا يحرزوا هدف التعادل وهدف الفوز لصالح نادي الزمالك علشان تخلص المباراة بنتيجة 2-1 لصالح نادي الزمالك، ويصعد للمركز الخامس ب5 نقاط من تعادلين وفوز وحيد لحد وقتنا هذا في الدوري المصري الممتاز. زي ما قلنا رقعتين من احمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا. لو شايفين مع بعض حضراتنا، الكرة اتبصت لاحمد سيد زيزو جوه منطقة الجزاء، اللي من لمسة واحدة بيشوط كرة لا احلى ولا اروع علشان يسجل هدف التعادل لصالح نادي الزمالك بعد تأخره قدام نادي البنك الاهلي بهدف كريم بامبو اللي جه من غلط لحارس مرمى. بعد كده محمود عبد الرازق شيكابالا ويتألق وينفرد بالحدث علشان ياخد رجل المباراة